جمبري مقلي زي المطاعم بالظبط، احلى من المطاعم، انضف واضمن وبطريقه انتي حباها. النهارده هنعمل الجمبري المقلي، مقرمش من بره طري من جوه، جميل جدا جميل جدا، مفيد في البيت وصحي طبعا. هنعمله بطريقه جميله جدا، هتقدري تاكليه مع اي صوص، هتقدميه مع جنبه اي صوص، هتقدميه مع العيش البلدي الجرجير ومعاه طحينه ومايونيز. جميل جدا يا جماعه. ممكن تعمليه في سندوتشات زي اللي احنا بنجيبها من بره، او ممكن تعملي جنبه رز او اي حاجه انتي حباها. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هعملها، هجيب الجمبري حجم وسط زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. طبعا احنا كنا غاسلينه ونقعاه في ميه لفتره كويسه كده علشان انزل منه اي حاجات كده في الميه، اي شوائب اي رمل. وبعدين بجيبه واقشره زي كده. لو انتي حابه تقشريه تقشير كامل مفيش مانع، انا بحب كده ان انا اقشره واسيب الديل فيه. وبعد كده اشيل الكيس الرملي اللي في ظهره علشان ده مضر جدا يا جماعه للكلى. هنقشر الكميه كلها بنفس الطريقه، هشيل الراس والقشور كده. وبعدين برضو اجيب الكيس الرملي بيطلع معايا بمنتهى السهوله. ممكن تطلعيه بايدك او ممكن من الظهر كده وبخله، وتطلعي الخط الرملي ده او الكيس الرملي بيطلع معاكي بكل سهوله. شايفين انا مديت صباعي كده يا دوب جبته كده بكل سهوله. كده هنقشر الكميه كلها، وبعدين برضو هنغسلها بميه كام غسله كده علشان تبقى معايا نظيفه. بعد كده بقى هنحضر التتبيله. معايا كوبايه كبيره من الدقيق، معايا معلقه من الثوم البودر، معايا معلقه من الكمون، معايا كمان معلقه من البابريكا، معايا هنا معلقه من الكركم. دي بقى التتبيله، ومعايا معلقه من الملح. التتبيله اللي انا هعمل فيها الجمبري. هقلب الميكس ده كده مع بعضه بالشكل ده. وبعدين معايا كوبايه ميه كبيره، وهبدا ان انا انزل على الخليط ده بالتدريج. كوبايه الميه معايا، انزل كده بالتدريج لحد القوام اللي انا عايزاه، علشان ما اخليش التتبيله تبقى معايا سايله جدا وبعدين اضطر ان انا ازود لها دقيق. افضل اقلب كده بمضرب او بمعلقه لحد القوام بتاعي ما يتماسك معاها. قلبي بقى كده باستمرار علشان ما تكلكعش معاكي اهي. وصلنا كده للقوام اللي احنا عايزينه زي قوام الكيكه كده بالظبط. ممكن كمان تعملي التتبيله دي وتشيليها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت تتبلي بيها الجمبري. خلصنا كده التتبيله، هنجيبها بقى هنحط فيها الجمبري، وهحطه كده هغطيها بكيس استرتش واغطيها احطها في التلاجة لمدة ساعة. هسيبها حطيناها كده بالشكل ده، كيس استرتش كده علشان ما تاخدش من روايح التلاجة، وتسيبيها ساعة بالظبط على بال ما تحضري الكفر اللي انتي حتى تقلبيه الجمبري، الكفر الخارجي. شلناها كده في التلاجة. نبدأ ان انا اعمل مكونات الكفر. معايا كوباية كبيرة من الدقيق، معايا معلقة كبيرة نشا، معلقة هرمية، معايا هنا كيس من الفيجيتار الحار، ومعلقة من الكركم. هحط بقى المكونات دي كده، هحطهم في كيس علشان يسهل لي ان انا اعمل فيه الجمبري. يعني ان انا اعمله بالكفر الخارجي فيه بدل ما بهدل ايدي. بعد ساعة بقى طلعنا الجمبري كده من التلاجة، وطلعنا الجمبري واحده واحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو حابه ان انتي تعمليه بايدك مفيش اي مشكله، بس انا حبيت اوريكم يعني علشان لو حابه ان انتي، بصراحه بيبوظ الايدين جامد جدا وبتعجن وبتضطري ان انتي تغسلي ايدك وترجعي تاني. حطينا كده نص الكميه بنعملها وبنرجع ناخد نص الكميه التانية. كده انا خلصت نص الكميه. هقفل الكيس زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهسيب فيه هوا كده من فوق واقفل عليه كويس. وبعدين افضل اهز الكيس رايحه جايه رايحه جايه، ارجه كده بالشكل ده. هتلاقيه هتلاقي الجمبري كله بقى مليان بالخلطة اللي انا عاملاها او الكفر بتاعه. دي خطوة سهلة كده، يعني انضف واسرع من اللي احنا هنعملها بايدينا واحدة واحدة. وبعدين لو عملناها واحدة واحدة الموضوع بياخد وقت. اهي بالشكل ده. هنفتح بقى الكيس كده، وبعدين هنحط كل الجمبري بقى هنزله في طبق، وبعدين ناخد الكمية التانية علشان نعملها. شايفين الكفر كله ملأ الجمبريه بالشكل ده. اهي بقت معايا بالشكل ده.
هبدأ ان انا ايه احطه في طبق واحضره علشان القلي. دي كانت الكمية بتاعتي بالشكل ده. اخد بقى كده الجمبري وعلى النار عدل وما اسيبهوش علشان اقليه. معايا بقى هنا النار عالية، طاسة فيها زيت غزير، واسخن الزيت كويس، وبعدين انزل بالجمبري اهو بالشكل ده. وما تمليش الطاسة، ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة علشان ما يعجنش منك. وبعدين الزيت يكون سخن مش بارد علشان الجمبري الكفر بتاعه ما يفكش معاكي. 3 دقايق وتقلبي على الناحية التانية علشان الجمبري ما بياخدش سوا كتير على النار علشان ما يجلدش معاكي. جميلة جدا، جربوها، طعمها جميل جدا ومقرمشة وتحفة، وانضف بكتير من اللي احنا بنجيبها من بره، وفعلا في التمن ارخص جدا. وما تخليش الجمبري يستوي كتير على النار علشان زي ما قلنا قبل كده ما يجلدش معاكي. الجمبري كمان اصلا فصه ناعم، مش محتاج ان هو يستوي كتير على النار. هنقلبها كده تقليبة كمان وبعدين نخرجها من النار على طول. خلاص كده هنبدأ ان احنا ايه نخرجها. هتحطيها بقى، حطيها كده في مصفى علشان تنزل كل الزيت منها، علشان تقرمش كمان. لو حطيتيها كده على مناديل الورق هتطرى معاكي بالشكل ده. ودي الكمية كده بعد ما خرجناها من الزيت وطلعناها. النتيجة النهائية تحفة يا جماعة. الشكل يعني الكاميرا كمان ظلماه، الشكل ورا في الحقيقة كان احلى من كده بكتير. مقرمشة جدا، يعني جبت الشوكة كده وعملتها بيها صوت، يعني بتعمل صوت وصوت القرمشة وهي بتتاكل، صوتها جميل جدا. كان نفسي اسمعكم الصوت. جميلة جدا، تحفة. ولونها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، يعني مش ده اللون الحقيقي، كمان اللون الحقيقي احلى من كده. جميلة جدا، جربوها، شكلها جميل جدا. هنا بقى نقلناها كده في طبق التقديم، قدمنا معاها كده الكاتشب. انتي بقى ممكن تحطي في جنبه ايه مايونيز، ممكن تعملي جنبه سلطة طحينة او اي نوع صوص بيمشي مع الاسماك. جميل جدا. في رغيف عيش بلدي كده مع الجرجير عصرة ليمونة، هتاكلي اجمل والذ سندوتش جمبري مقلي. جميل جدا يا جماعة، الشكل تحفة والطعم اجمل واجمل. لو كنت بقى وصلتي معايا لحد هنا، انا هند سليم ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وقولوا لي رأيكم كده في التعليقات تحت. بالهنا والشفا، ويا ريت تجربوا الوصفة وتقولوا لي في الكومنتات.